ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هناخد فرع الفيزيكال كيمستري كله. هناخد اللي هو الكولكتيف بروبرز والايونيك اكويبيريوم والكيميكال اكويبيريوم والاسيد والبيس تايتريشن واخر حاجه اسمها الفيز اكويبيريوم. تعال نبدا باول باب عندي في المنهج. بدا في المنهج بيقول لو انا عندي مثلا اناء في ميه بالشكل ده، راح لو مثلا حطيت ملح فالميه تبقى طعمها مالح، او لو حطيت سكر فالميه يبقى طعمها مسكر. فاذا المحلول ده اذا اعتمد على ايه؟ اعتمد على النيتشر بتاع السوليوت. هو ايه السوليوت اصلا؟ اي سوليوشن عندي هنشتغل عليه في المنهج اصلا بيتكون عباره عن حاجتين، حاجه اسمها سولفنت وحاجه اسمها سوليوت. المثال بتاعي السولفنت هنا هو الميه، والسوليوت اللي هو زي السولت الملح او الشجر. فاذا في الحاله دي ان طبيعه المحلول اعتمدت على النيتشر اوف سوليوت او طبيعه الماده اللي انا ضفتها. احنا الباب الاول مش بيتكلم عن دي اصلا. ما الباب بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم اولا شرط مهم اللي انا بندرس في حاجه اسمها الايديال دايلوت سوليوشن، محاليل مخففه قياسيا. ده اللي احنا هنشتغل عليه. قالك المحاليل المخففه القياسيه بيظهر فيها خواص اسمها الكولكتيف بروبرز، الخواص الجمعيه للمحاليل. طب يا ترى الخواص الجماعيه دي كام واحده؟ قال لك اربعه. حاجه اسمها lowering of vapor pressure، ديبريشن في الفريزنج بوينت، ايفالويشن في اسف، lowering of vapor pressure، ديبريشن في الفريزنج بوينت، ايفالويشن في البيرنج بوينت، والاوزموتيك بريشر. طب ايه اللي بيميز الكولكتيف بروبرز؟ انها مش بتعتمد على طبيعه السوليد، انما بتعتمد على عدد المولات بتاعه السوليد. يعني بتعتمد على عدد المولات، وده هيبان في القوانين. اما في اللي احنا بدأناه ده كان بيعتمد على الطبيعه بتاعه النيتشر بتاعه السوليد اصلا. طيب احنا مطلوب مننا في الكولكتيف بروبرز اول واحده الخاصيه بتقل وبتزيد لما اكون لها سوليوشن والقانون بتاعها. تعالى احنا نعمل مثال توضيحي وهنستنتج منه العلاقات دي كلها. تعالى نفترض ان انا عندي وعاء فيه مثلا السولفنت بس، بي اس يعني اختصار بيور سولفنت، يعني السولفنت نقي هنا. ففرضا المساحة سطح الكاس دي مثلا كانت 30 متر مربع. فإذا ال 30 متر مربع كلهم عبارة عن السولفنت. فأنا لما أجي أسخن فالطبيعي السولفنت كله هو المعرض لبره، هو اللي هيبقى يطلع لي بخار. ففرضا سخنت عند طبق يعني تصاعد 3000 جزيء من السولفنت لما وصلت عند درجة حرارة 50 درجة. و50 درجة دي هي البويلنج بوينت اللي هي نقطة الغليان، اللي هي النقطة اللي بتساوي فيها الضغط البخاري مع الضغط الجوي 1 اتموسفير. طيب نيجي جبت نفس الوعاء وحطيت فيه نفس السولفنت، بس الفرق المرة دي اللي أنا حطيت عليه سوليوت، يعني ده بقى سوليوشن عندي. بس ملحوظة، السوليوت اللي أنا هحطه في الوعاء لازم يكون نون فولاتايل. يعني ايه نون فولاتايل؟ يعني مش بيتطاير، يعني لو سخنته ما يدينيش بخار. فاذا برضو مساحه الكاس هي مش هتتغير، بس اللي هيختلف حاجه. ال 30 متر مربع هنا كانوا كلهم عباره عن سولفنت، اما ال 30 متر مربع هنا تعالى نفترض ان هو 15 بس منهم سولفنت. فاذا مساحه الجزيئات السولفنت المعرضه للهواء قلت. فاذا لما انا اوصل عند درجه حراره 50 درجه، ايه اللي تصاعد عندي 1500 جزيء. يبقى نستنتج من 3000 جزيء ل 1500 جزيء يبقى قل. فاذا الفيبور بريشر الضغط البخاري بتاعي قل. طب سؤال، افرض انا عايز اطلع 3000، فاذا لازم ارفع درجه الحراره دي 50. فافرض انا رفعتها ل 80 درجه عشان يتصاعد عندي 3000 جزيء، عشان يبقى دي نقطه الغليان. فاذا نقطه الغليان كانت هنا 50، بقت هنا 80. فاذا البويلنج بوينت بتاعتي زادت. وخد قاعده ان الفريزنج بوينت او درجه التجمد هي طرديه مع الفيبر بريشر، فبما ان الفيبر بريشر قلت فاكيد الفريزنج بوينت بتاعتي هتقل. وده يعتبر الثلاث خواص الجماعيه اصلا اللي احنا عايزينها. يبقى نكتبهم بشكل بسيط عشان لو جت في الاسئله. هو هيقارن لك ايه؟ هيقارن لو قال لك مثلا بيور سولفنت ومثلا السوليوشن هنا، فيقول لك مثلا ايه اللي حصل مثلا للفيبر بريشر. قل، يبقى الفيبر بريشر قل. يقول مثلا ايه اللي حصل للبويلنج بوينت، زادت. طيب الفريزنج بوينت قلت. يبقى دي الخواص الجماعية اللي عندي. طيب تعال نشوف القوانين.
نمسك اللورنج اوف فيبر بريشر او الانخفاض في الضغط البخاري عايزين نحسبه. هقول الاستنتاج كده بسرعه. احنا خدنا من الترم الاول طبقا لعلاقه راؤول سلو كان بيقول ايه، ان لو عايز اجيب الضغط لاي محلول كان بيساوي البيور بريشر الضغط النقي للسولفنت مضروبه في المول فراكشن بتاعه. يعني تنويه هنا، انا كل القوانين اللي هشتغلها دلوقتي رمز الايه ده انا اقصد بيه السولفنت، رمز البي انا اقصد بيه السوليوت، عشان انا هشتغل ايه وبي كتير. الايه انا هقصد السولفنت والبي انا اقصد هنا السوليوت. طيب، وخدنا كمان علاقة ان المول فراكشن بتاعة السولفنت او السوليوت اللي هي اكس اي بلس اكس بي كانت بتساوي 1، مجموع عدد مرات السولفنت مع السوليوت. طب حلو، دي هنستنتجها، دي هنعوزها العلاقة دي. فإذا لو عايز أجيب الانخفاض في الضغط الجوي دلتا بي كانت المفروض تساوي إيه؟ الضغط في حالته النقية ناقص الضغط في حالة السولفنت. يبقى البيور سولفنت أنا جبتها من فوق، لأن أنا أصلا كنت 3000 بقيت 1500، هو ده الفرق. أنا بطرح ده ناقص ده، ناقص مين؟ ضغط السوليوشن. طب تعالى نفك ضغط السوليوشن. فاذا الدلتا بي بتساوي البي نوت هو البيور سولفنت ماينس البي سوليوشن لسه قايلها فوق من طبقا لعلاقه راؤول لو، فهي عباره عن البي نوت في الاكس اي. طيب لو خدت البي نوت انا عامل مشترك فيتبقى هنا بي نوت ماينس 1 ماينس اكس اي، او اسف مفيش ماينس اصلا. لو طلعت فوق برضو انا مش لسه قايل لك ان الاكس اي بلس الاكس بي بيساوي 1، فاذا ال1 ماينس اكس اي ممكن اشيل احط مكانها مين؟ الاكس بي. شكرا، انا كده وصلت للقانون بتاعي اللي هو بيقول ان الدلتا بي lowering of wear pressure على البي نوت البيور بريشر بتاع السولفنت بيساوي المول فراكشن بتاع مين؟ بتاع السوليوت. ومن هنا عرفنا ان الكولكتيف بروبرز اعتمدت على مين؟ على عدد المولات بتاعه السوليوت. هو ده القانون ده بس؟ قال لك لا، تعالى نستنتج قانون تاني. هو المول فراكشن للسوليوت كان بيساوي ايه؟ او المول فراكشن عامه عدد المولات بتاعتي على عدد المولات الكلي. فاذا المول فراكشن بتاع السوليوت هو عدد مولات السوليوت على عدد المولات الكلي اللي هو عباره عن Na بلس Nb، يعني عدد مولات السوليوت مع السولفنت. فاحنا هنفترض في القانون ان ال Nb صغيره جدا مقارنه بال Na، فهنتجاهل ال Nb. طيب العلاقه اللي احنا حافظينها ان اي عدد مولات لاي ماده مش كانت بتساوي الماس على المولر ماس؟ الام اللي هي الكتله بالجرام والدبليو هي الكتله الموليه. طب خلاص فك، انا هفك اللي فوق. اذا بتساوي، يبقى الان بي ممكن اشيلها ايه؟ هي الماس بتاعه السوليوت على المولر ماس بتاعه السوليوت، والان ايه هي الماس بتاعه السولفنت على المولر ماس بتاعه السولفنت. هنا اقدر اقول ان الاكس بي بتساوي المولر ماس بتاعه السولفنت في الماس بتاعه السوليوت مقسومه على المولر ماس بتاعة السوليوت في الماس بتاعة السولفنت. فإذا القانون اللي أنا هشتغل بيه في اللورنج اوف بريشر إن الدلتا بي على بي نوت اللي بتساوي إكس بي اللي هي بتساوي دبليو اي ام بي على دبليو بي ام اي، ومتفقين إن الاي سولفنت والبي سوليوت. أو بيساوي، ممكن أفك الدلتا بي أصلا اللي هي البي نوت ماينس بي سوليوشن على البي نوت، والبي نوت دي طبعا هو البيور بريشر الضغط النقي لمين؟ للسولفنت. وده اول قانون استخدمناه عشان نقيس اللورنج اوف فيبر بريشر. طيب القانون الثاني عشان لو عايز احسب الزياده في البوينج بوينت، فقال لك القانون هو الدلتا تي بي ايكوال كي بي في ام. واحده واحده. الكي بي ده كونستانت ثابت للماده الواحده ما بيتغيرش غير من ماده لماده. يعني مهما ما تعمل، يعني لو عندك نفس الماده مهما تعمل فيها الكي بي ثابت. مين الام؟ الام تركيز، بس خلي بالك ان ده تركيز ده مولاليتي. يعني ايه مولاليتي؟ يعني القانون بتاعها هو النمبر اوف مول بتاعه السوليوت على
كتلة السولفنت بالكيلو جرام، عدد مولات السوليوت على كتلة السولفنت بالكيلو جرام. طيب لو عايز اجيب الفريزنج بوينت، ما الفريزنج بوينت بتاعتي هتقل. نفس الفكرة، عندي دلتا تي اف ايكوال كي اف اف ام، وبرده الكي اف ده كونستانت زي اللي فوق، والام برده المولاليتي. طب تعال هنا رخم عليك وقال لك ايه؟ قال لك انا عايزك تربط بتاع الدلتا تي اف بمين؟ بالمولر ماس بتاعت السوليوت. طب دي انا اربطها ازاي؟ تعال نشتغل على الام. هي المولاليتي اصلا كانت بتساوي ايه؟ النمبرز اوف مولز بتاعت السوليوت على الماس بتاعت السولفنت بالكيلو جرام. طب انا لو فكيت ال ان بي، هي عبارة عن ماس على مولر ماس. فاذا انا ممكن اكتب القانون ده بصيغة تانية اصلا، اللي هي اقول له ان الدلتا تي اف هي ايكوال، ادي الكي اف عادي جدا، واشيل الام واعوض عنها العلاقة اللي انا لسه جايبها فوق اهي، اللي هي هتبقى ايه؟ اللي هي هتبقى ام بي مضروبة في ام بي مقسومة على ام ايه دبليو بي. كيف ده كونستانت؟ دي الماس بتاعت السوليوت، ودي الماس بتاعت السولفنت، ودي المولر ماس بتاعت السوليوت. كده ربطت الدلتا تي اف بمين؟ بالمولر ماس بتاعت السوليوت لو طلبها مني في المسألة. طيب اخر خاصية جماعية اللي لسه ما قلناهاش هي كولكتيف بروبرتيز، هي الاوزموزيس، اللي هي الاوزموزية اصلا، اسموزية اللي خدناها في ثانوية عامة. طب ايه اللي هي الاسموزية اصلا؟ ده وانا عندي بالشكل ده، اول حاجة لازم يكون عندي غشاء شبه منفذ او يسموه سيل ممبرين، وعندي هنا مادة ومادة تاني، بس هنا هاي كونسنتريشن يعني التركيز هنا عالي، وهنا لو كونسنتريشن يعني التركيز قليل. كنا بنقول ايه؟ ان المية كانت تنتقل من التركيز الاقل للتركيز الاعلى، فالمنطقة كانت المية تنتقل كده. وهنا عندي تنويه ان اللي بينتقل هو جزيئات السولفنت بس مش السوليوت، ركز في دي، السولفنت بس. فاذا كنا بنقول ان الاسموزيه لو انا عندي هنا منطقه لو كونسنتريشن ومنطقه، او اسف هنا هاي كونسنتريشن وهنا لو كونسنتريشن، فكانت الميه تنتقل كده، دي الاسموزيه العاديه. طب قال لك علشان اوقف الحركه دي كنت بطبق حاجه اسمها الاوزموزيس بريشر او الضغط الاسموزي، هو الضغط اللي انا بستخدمه علشان اوقف حركه الميه. طيب هنا بقى عايزين حاجه تاني، عايزين نعكس. هي مش الميه كانت تنتقل من التركيز القليل للتركيز العالي؟ كنا بنسميها مثلا الاسموزيس بريشر او الاسموزيه. طب انا لو عايز اعمل العكس، انا عايز اخلي الميه تنتقل من تركيز عالي لتركيز قليل، ده اللي احنا بنسميه مين؟ ار او، او بنسميه الريفرنس بتاعت الاسموزيس او عكس الاسموزيه، ان انا اخلي الميه تمشي عكس اتجاه. بس ده ليه شروط. الشرط بتاعه ان انا همارس ضغط اكبر من الضغط الاسموزي. هو مش الضغط الاسموزي كان بيوقف العمليه؟ طب انا لما امارس ضغط اكبر منه فانا هعكس العمليه. وده اللي احنا بنستخدمه في الديستليشن او الديستليشن للووتر، او بنسميها اللي هي تحليه الميه. ان انا مثلا عندي وعاء وعندي ميه نقيه هنا، وعندي ميه البحر. هي ميه البحر دي مليانه املاح، فكان الطبيعي الميه تنتقل كده. لا، انا هخلي الميه تنتقل العكس. ازاي؟ عن طريق ان انا همارس ضغط هنا، ضغط عالي جدا اعلى من الضغط الاسموزي، خلي الميه تنتقل كده، وبالتالي انا عملت تحليه للمياه البحر. دي الاسموزيه وعكسها. وكمان ليها تطبيقات مثلا في المجال الطبي، ان انا مثلا عندي كرات الدم الحمراء في وضعات طبيعي بنسميها ايزوتونيك. ليه كده؟ ان التركيز اللي جواها زي التركيز اللي بره، فالميه بتدخل وبتخرج عادي جدا، مفيش اي حاجه. طب تعالى نشتغل احتمالين. الاحتمال الاول، لو كرة الدم الحمراء هنا التركيز حواليها عالي، فبالتالي الميه هتخرج منها فهيحصل لها انكماش، فدي بنسميها هايبرتونيك. طب لو عندي كرة دم الحمراء عادي جدا اهي، بس الفرق ان التركيز جوه عالي، فالميه هتدخل لها
فيحصل لها انتفاخ، فدي الحالة دي بنسميها هايبوتونيك. ده اللي بنستخدمه في مجال الطب. طب ايه القانون اللي انا بستخدمه هنا؟ القانون بتاعه بيقول ايه؟ بيقول ان الباي بتساوي سي ار تي. مين الباي؟ هو الضغط الاسموزي، سي هو التركيز بالمولر عادي جدا، الار ده هو الجاز كونستانت بتاع الغازات، والتي الحرارة بالكلفن. ده يعتبر الكولكتيف بروبرز اللي عند الاربعه، سواء فيبور بريشر والبويلنج بوينت والفريزنج بوينت والاسموزس بريشر بالقانون بتاعتها. بعد كده انتقلنا لجزئيه تاني في الشابتر. ايه الفرق بين كلمتين، كلمه اسوسيشن يعني تكتل، يعني بالمعنى الاصح ان انا لما بحط ماده اسوسيشن في المحلول فهي بتتجمع وبتتكتل وبتنزل تحت بتكون راسب. فاذا الطبيعي الكتله هتزيد ولا تقل؟ اكيد الكتله هتزيد. فانا بشتغل بحاجتين، عندي حاجه اسمها calculated molar mass الكتله اللي انا بحسبها، وعندي حاجه اسمها الاكشوال مولر ماس او اللي انا متوقعها. بمعنى انا عندي ماده انا ما اعرفش انها اسوسيشن، تمام؟ فانا حسبت قلت المفروض الكتله اللي الاقيها في المحلول مثلا كانت 50 جرام، وانا ما اعرفش ان الماده دي اسوسيشن. جيت حطيتها في الاناء فالميه تكتلت فلقيت الكتله حسبتها لقيتها 80 جرام. فاذا في الاسوسيشن الكالكيوليتد اكبر من الاكشوال. طب تعالى نشوف الحاله الثانيه اسمها dissociation او التفكك. دي نعكس، بمعنى الماده دي لما بتنزل في المحلول مش بتتكتل، لا دي هي بتتفكك كتير جدا، فاذا بيتقلل الكتله. فاذا نستنتج ان عندي هنا الكالكيوليتد وعندي هنا الاكشوال، ان الاكشوال اكبر من الكالكيوليتد سواء ده اسوسيشن او ديسوسيشن. حلو. هنا بقى ظهر مين؟ انا دلوقتي فهمت الاسوسيشن، اركنه دلوقتي. نسبة الديسوسيشن ان الماده لما بتتفك بمقدار قد ايه؟ فدي اللي احنا بنسميها الالفا، الفا، او بيسموها الديجري اوف ديسوسيشن، درجة التفكك، ودي بتساوي اي ماينس 1 على ان ماينس 1. الاي حاجة اسمها فان هاف فاكتور، معامل فان هاف، وده هنشرحه بعد شوية. الان اللي هو عدد الايونات اللي بتطلع لي لما بتتفك، بيطلع لي كام ايون. طيب، وهنا عايز انوه على حاجة، القوانين اللي انا قلتها فوق كنت شغال على اساس ايه؟ ان المادة بتاعتي ولا بتعمل ديسوسيشن ولا بتعمل اسوسيشن، فبالتالي كانت الاي بتاعتها بواحد، فما كنتش ملهاش لازمه. طب هو لو قال لي في المساله ان الماده دي ديسوسيشن او اسوسيشن، لا، كل القوانين اللي انا عندي فوق هضربها في اي. بمعنى مثلا هنا راحت فين هنا هضرب في اي، تحت هضرب هنا في اي. ده في حاله انه لو قال لي الماده انها ديسوسيشن او اسوسيشن، ما قاليش خلاص فيها الاي بواحد فانا مش بديها اهتمام يعني. طيب ده حلو قوي. طيب ايه الاي انا بحسبها ازاي؟ انا دلوقتي قلت لك الاي دي بنستخدمها في قانون الالفا بتاعت الديجري بتاع الديسوسيشن. قال لك الاي دي بتساوي actual molar mass على calculated molar mass. والاي هنا ليها قيمتين او ليها احتمالين، يا تكون اكبر من الواحد يا تكون اقل من الواحد. وتعالى نستنتج، هو لو انا اكبر من الواحد فاذا البسط عندي عالي، فالاكشوال اعلى من الكالكوليتد، فانت كده مين؟ ديسوسيشن. طيب هنا اقل من الواحد، طب ما كلمة اقل من الواحد يعني المقام هو الاكبر، فالكالكوليتد امتى اكبر؟ لو هو عمل اسوسيشن. انا مش عايزك تحفظ، عايزك تفهم عموما من القانون جت منين. حلو. وده يعتبر كده اول شابتر عندي اللي هو الكولكتيف بروبرز، مش عايزين حاجه اكتر منه اكتر من كده. دخلنا على الشابتر الثاني اللي هو الكيميكال ايكويبيريوم، الاتزان الكيميائي. وراح رجع يرجعك بالذكريات شويه. قالك لو انا عندي مثلا NaOH لما كنت بفعلها مثلا مع HCl، ده تفاعل تعادل، فكان بيسير في اتجاه واحد بيكون ملح وميه، يعني ادي H2O بلس NaCl.
فالتفاعل كان بيمشي في اتجاه واحد تكوين النواتج. هل التفاعل كان ممكن يمشي كده؟ ما حصلش. طيب ده اسمه اللي احنا ايه، التفاعل في اتجاه واحد. التفاعل اللي هنشتغل عليه اللي هي اسمها التفاعلات الانعكاسيه. يعني مثلا عندي A بلس B بيحدث تفاعل انعكاسي يديني C بلس D، يعني المتفاعلات تكون نواتج والنواتج تكون متفاعلات. ده اللي هندرسه. فقال لك التفاعل ده بيمر بمرحلتين. المرحله الاولى ان في بدايه التفاعل اللي بيكون ظاهر عندي هو المعدل التفاعل الطردي او الفورورد، هو اللي بيمشي في البدايه، فبيقل بمرور الزمن ويزيد قصاده التفاعل العكسي الباكورد لحد ما الاتنين ما يتساووا. يعني انا لو عملت مخطط هنا الار اف التفاعل الفورورد اللي هو الطردي، وهنا الار بي الباكورد العكسي، فالامامي كان بيقل لحد ما يوصل لكده، والعكس كان بيزيد لحد ما يتساوي معاه. فكنا بنقول ايه؟ انها تتساوى المعدلات وتثبت التركيزات. لكن تركيزات النواتج هل شرط ان تتساوى مع تركيز المتفاعلات؟ لا، هو معدل التفاعل الطردي يساوي معدل التفاعل العكسي. ليه؟ لاننا اصلا لما توصل للحاله دي ان معدل التفاعل الطردي يساوي معدل التفاعل العكسي، ممكن يطلع لي احتمالين اصلا. يعني ممكن يحصل كده ان تركيز الرياكتنت المتفاعلات يقل وتركيز البرودكت يزيد ويبقى اكتر منه لحد ما الاثنين يوصلوا لحاله اتزان، فهنا تركيز البرودكت اعلى. او ممكن العكس، ان ادي تركيز الرياكتنت يقل كده وتركيز البرودكت كده، فالاثنين وصلوا عند نقطه الاتزان، بس هنا تركيز المتفاعلات اكتر. فاهم حاجه ان المعدلات تتساوى اما التركيزات تثبت مش تتساوى خالص. طيب بعد كده قبل ما يدخل في الكي سي والحاجات دي قال لك انا عندي نوعين من المعادلات. عندي معادله هوموجينيوس. يعني ايه معادله هوموجينيوس اصلا؟ يعني المعادله كلها ليها نفس الفيز، يعني يا كلها غازات يا كلها سوائل. يعني مثلا لو قلت لك H2 بلس I2 2HI، مش ده جاز وده جاز وده جاز، يعني التلاتة ليهم نفس الحالة، فدي معادلة هوموجينيوس. عكسها لو قلت لك معادلة هيتروجينيوس مثلا، اللي هي بيكون مش شرط عندي الحالتين زي بعض. يعني مثلا ممكن يحصل حالة اتزان للمية وهي سائلة مع البخار، هي نفس المادة تمام، بس ايه، دي بخار ودي سائل، يعني ما لهمش نفس الفيز، فدي بنسميها هيتروجينيوس ايكويجن، معادلة غير متجانسة، لأن الحالات بتاعتها مش مختلفة. تيجي نشوف إثبات الكيسين. لو أنا كتبت معادلة بسيطة، لو قلت XA بلس YB اديني هنا IC بلس MD. أنا هقول لي الإثبات عشان أنا عايز منه حاجة مهمة. لو أنا جيت أحسب ال RF، مين ال RF؟ هو معدل التفاعل الطردي، بيتناسب تناسبا طرديا مع تركيزات المتفاعلات كل منها مرفوع لباور عدد المولات بتاعتها. يعني تركيز ال A ادي المول يطلع باور مضروبة في البي والواي يطلع باور. لو عايز اشيل علامة التناسب احط مكانها كونستانت، فاذا ان ال RF equal KF في تركيز المتفاعلات اهي. زي ما انا عملت في المتفاعلات هعمل في النواتج نفس الاثبات، هيطلع عندي ان ال RB او معدل التفاعل الطردي بيساوي ال KB مضروب في C مرفوع لباور I مضروب في D مرفوع لباور M. فالنهاية او الخلاصة اللي انا عايزها من ده كله ان ال KC بتساوي KF على KB، ده الثابت بتاع الطرد وده الثابت بتاع العكس، بيساوي بقى تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. يعني تركيز السي مرفوع ل I في تركيز الدي مرفوع ل M على تركيز ال A مرفوع ل X في تركيز ال B مرفوع ل Y. انا قلت ال D يعني ان هو ممكن يديك اصلا ال KC ويديك ال KB ويقول لك انا عايز ال KF، فعشان نكون عارفها يعني من القانون. الحته اللي بعد كده ايه؟ انا عارفين الكي بي كانت بتساوي برضو ايه، ان البارشال بريشر بتاعت الماده مرفوعه للباور، يعني نفس اللي انا عملته بس فرق كنت بحط هنا بي مثلا، الضغط الجزئي للماده. الجديد بقى انه عايز يربط الكي سي بالكي بي. اثباتها كبير جدا بس انا هدي اهم حته في الاثبات بعد كده نقول القانون على طول. الاثبات جه من انهي ايه؟ الاثبات جه من ان عارف ان المعادله بتقول ان البي في ايكوال ان ار تي. فانا لو اديت الفي قسمت على الفي يحصل كده. طب هو مش ال N ال V
هو المولر او هو التركيز، بس هو ربط الكي سي بالكي بي من الحته دي. فمن الاخر خلاصه القانون ايه اللي انا هستخدمه في المسائل؟ ان الكي بي ايكوال كي سي في ار تي دلتا ان. الكي بي عارفينه، والكي سي تمام، والار ده الجاز كونستانت ثابت العمل للغازات، التي الحراره بالكلفن. مين الدلتا ان؟ قال لك الدلتا ان هي عدد مولات النواتج ناقص عدد مولات المتفاعلات، دي الدلتا ان. وهنا عندي ثلاث احتمالات، بمعنى ان الدلتا ان يا تطلع قيمه موجبه، يا تطلع قيمه سالبه، يا تطلع بتساوي صفر. لو بتساوي صفر، فلو بصيت هنا في القانون، انا هشتغل على القانون ان الكي بي ايكوال كي سي ار تي دلتا ان. فلو الدلتا ان بزيرو يعني باور 1، يبقى الحاله دي مين؟ ان الكي بي بتساوي الكي سي. طب لو طلعت بقيمه سالبه، استنتج ايه؟ ان الكي بي اقل من الكي سي. جبتها من العلاقه، ما هو لو دي بالسالب فاذا القيمه دي كلها سالبه في الكي بي اقل. طب لو موجب يبقى الكي بي اكبر من الكي سي. دي حالات بتاعه الدلتا ان. يعني مثلا لو عايز احسب دلتا ان كده عشان لو محدش فاهمها قوي، لو قلت لك مثلا 2H2 بلس O2 اديني 2H2O، بجيب الدلتا ان ازاي؟ كام عدد مولات النواتج؟ مفيش غير 2 ماينس عدد مولات المتفاعلات، هنا في 1 و2 3، فهنا ايكوال سالب 1. فاذا هنا الكي سي اكبر من الكي بي. ده العلاقه ما بين الكي سي والكي بي. بعد كده دخل على مع يعني شغل بتاع ثالثه ثانوي شويه، هو اصلا معظم باب ثالثه ثانوي. ان انا مثلا لو عندي معادله بتقول ان A بلس B مثلا كانت C بلس D، وكانت الكي سي مثلا بتساوي X. طب انا لو جيت ضربت مثلا المعادله دي في نص، فتديني نص A بلس نص B نص سي بلس نص دي. قال لك لما بتيجي تضرب في اي رقم، تمسك قيمه الكي سي بترفعها للباور ده. في الحاله دي كانت المفروض الكي سي ايكوال اكس باور نص، اللي ممكن اشيله احط مكانه جذر، فتبقى الكي سي هنا بجذر الاكس. طب لو نفس المعادله اللي فوق شلتها، يعني خليتها سي بلس دي A بلس B، عادي بعمل ايه؟ يبقى الكي سي الجديده هي واحد على قيمتها القديمه اللي هي اكس، بشقلبها على طول. طيب واحنا بنكتب معادلة الكي سي طبعا عارفين لو اي مادة سوليد مش بكتبها عندي في معادلة الكي سي، ولو المية في حالة الليكويد برضه مش بكتبها في الكي سي، لازم تكون في حالة الفيبر. طيب الجزء اللي بعد كده الابليكيشن او التطبيقات على الكي سي. يعني الكي سي نفعتنا في ايه؟ اول حاجة التنبؤ بالتفاعل، بمعنى قال لك الكي سي ليها ثلاث احتمالات، انا هقولهم ومش عايزك تحفظهم، انا عايزك تفهمهم بس. ان الكي سي لو طلعت أقل من 10 أس سالب 3، تعال نتأمل الحتة دي. هي الكي سي مش بتساوي النواتج على المتفاعلات؟ حلو. كلمة إنها أقل من 10 أس سالب 3 ده معناها حاجة، إن النواتج قليلة جدا جدا بالنسبة للمتفاعلات. فإذا كده استنتج إيه؟ إن تركيز الرياكت المتفاعلات أكبر بكتير جدا من تركيز البرودكت النواتج، والدليل إنها طلعت أقل من 10 أس سالب 3. حلو. يبقى كده مين الماشي أكتر؟ التفاعل الطردي ولا التفاعل العكسي؟ كده التفاعل العكسي هو اللي ماشي اكتر. فاذا بنقول ان الار بي او الباكورد هو الفيفوريت بتاع التفاعل او المفضل ليها. حلو. والتفاعل الطردي يعني بنسميه ليتل بروجريس، او يعني ليه تقدم قليل جدا. طب الحاله الثانيه، ان لو الكي سي بتاعتي اكبر من 10 اس 3، طب طبعا قيمتها كبيره جدا، فاذا تركيز البرودكت النواتج اكبر بكثير من تركيز الرياكتنت. ونستنتج طول ما البرودكت اعلى بكتير، فاذا الار اف او معدل التفاعل الطردي او الفورورد هو الفيفوريت بتاع التفاعل، هو المفضل، هو اللي ماشي بسرعه اكبر يعني. طيب لو الكي سي الحاله الثالثه هي اكبر من 10 اس سالب 3 واقل من 10 اس 3، يعني في المنتصف، فاذا ان الار اف بيساوي الار بي، والتفاعل ماشي تمام، وفي هنا حاله اتزان اصلا. طيب
الحالة التانية الكيو، بمعنى هو هيديك معادلة تفاعل ويديك قيمة كي سي معينة، وانت هتحسب كيو وهتقارنها بقيمة الكي سي دي. فالكيو اللي انا هحسبها من معادلة التفاعل لما اجي اقارنها بالكي سي عندي 3 اوبشنز. اول حاجة انها تكون اكبر من الكي سي، بتساوي الكي سي، اقل من الكي سي. وعايزين نفهمهم. الهدف كله ان انا عايز اوصل ان الكيو تساوي الكي سي، يعني اللي فوق واللي تحت انا عايز اخليه زي ده، ان الكيو بتساوي الكي سي. طب تعالوا نشوف احنا هنفكر هنجيبها ازاي. هي معنى ايه كلمة ان الكيو اكبر من الكي سي؟ هي مش الكيو برضو تركيز نواتج على تركيز متفاعلات، صح؟ والكي سي نواتج على متفاعلات، تمام. كلمة ان الكيو اكبر من الكي سي، فانا تركيز النواتج اللي عندي اكبر من اللي عندك بكتير. طيب احنا عايزين نتساوى، فانت هتقول لي هقلل تركيز النواتج شوية. طب علشان اقلل تركيز النواتج شويه امشي طرد ولا امشي عكسي؟ لا انا همشي عكسي. فهنا بنقول ايه؟ ان انا امشي التفاعل باكورد، عكسي، عشان انا اعرف اتساوى معاك. لو فهمت ده هتقول اللي تحت. طب انا اقل منك في الكي سي، يعني انا تركيز النواتج اللي عندي قليل بالنسبه لك. طب انا علشان اوصل لك لازم ازود النواتج عندي، وانا عشان ازود النواتج امشي التفاعل فورورد اكتر. يبقى تعتمد اصلا على منطق وفهم، ان انا لو اكبر منك النواتج عندي كتير اوصل لك هقللها ازاي؟ ان امشي عكسي. انا اقل منك عشان اوصل لك هزود عندي النواتج فامشي التفاعل فورورد. وهنا لو بيساوي الكيسي اللي هو الايكوبيريوم اللي انا عايزها اصلا. طب ده حلو. الحاله الثالثه ان هو هيديك معادله تفاعل، وطبعا انا الكيسي لما باجي بحسبها نواتج على المتفاعلات باخد تركيز النواتج عند الاتزان. اللي احنا هنقوله ده ايه؟ ان هو اصلا مش هيديك تركيزات عند الاتزان، او يجي يقول لك ايه المعادله النهائيه للكي سي ويديك رموز غريبه، او يقول لك ان الكي سي بتعتمد على الفوليوم في التفاعل ده ولا لا، والعلاقه الكي بي في التفاعل ده كمان اللي هو ايه. تعال ناخد مثال بسيط. لو اديت لك معادله مثلا بتقول ان H2 بلس I2 2HI، طبعا غاز، وجي قال لك انا عايز المعادله ان هي كي سي، فضل يديك رموز A و X كده ويقول لك يا ترى هل التفاعل ده او الكي سي هتعتمد على الحجم ولا لا. احنا بنحسبها ازاي؟ يعني بنقول باختصار عدد المولات قبل التفاعل، عدد المولات المتفاعلة، التركيز النهائي. طب تعالى كده نشتغل. هسمي ان ال H2 طبعا في بداية التفاعل النواتج طبعا صفر، ما فيش نواتج تكونت. فالمتفاعلات هسمي مثلا ان الاول عدد مولاته اسمها ايه، والتاني هسميها بي. حلو. هفترض ان اللي تفاعل جزء اسمه اكس، فاذا انا ايه لما يتفاعل مني اكس يبقى انا ايه ماينس اكس، وبرضه بي ماينس اكس من المتفاعلات. طيب هنا كان 1 مول قل بمقدار اكس، فالشيء طبيعي في النواتج هيزيد، بس هيزيد 2 اكس ليه؟ انا 1 مول قلت باكس، طب انا 2 مول فانا هبقى 2 اكس. طب التركيز اقسم على الفوليوم على طول، يبقى A ماينس اكس اوفر في، B ماينس اكس اوفر في، 2 اكس اوفر في. شكرا، ده اصلا تركيز النواتج عند الاتزان. احسب لي بقى الكي سي وشوف هل يا معلم بتعتمد اصلا على الفوليوم ولا لا. تمام. هو مش الكي سي بتساوي نواتج على متفاعلات؟ حلو. طب تعالى كده، النواتج 2 اكس على في، طب هي اصلا مرفوعه الباور 2، فاكن انا القوس ده اصلا هربعه اصلا 2 اكس على في، فلما اربعه هيبقى 4 اكس سكوير على في سكوير. ده النواتج. طب المتفاعلات عندي هي A ماينس اكس اوفر في و B ماينس اكس اوفر في، الاتنين فيها تبقى في سكوير هتطلع لي فوق اهي، وهتطير مع دي. فاذا معادله الكيس النهائيه هي 4 اكس سكوير ل A ماينس اكس مضروبة في B ماينس اكس. وهنا يسألك سؤال، هل هنا الكي سي اعتمدت على الفوليوم؟ القانون النهائي فيه حجم؟ لا، هي ما اعتمدتش على الحجم. يجي يقول لك بقى من المعادلة دي هات لي الكي بي. طب دي تيجي منين؟ طب احنا عارفين العلاقة المشهورة ان الكي بي ايكوال كي سي في ار تي
دلتا ان. تعال نحسب الدلتا ان اللي هي نواتج ناقص متفاعلات. النواتج 2، المتفاعلات 1 1 2، 2 ناقص 2 صفر. اي حاجه بأس صفر بواحد فدي طارت. فاذا هنا الكي بي بتساوي الكي سي، يعني برضو هما الاتنين نفس المعادله دي. طب تعالوا ناخد مثال تاني عشان ما تثبتتش الفكره. لو جيت قلت لك بي سي ال 5 كان بيتفك ل بي سي ال 3 بلس سي ال 2، عدد المولات قبل التفاعل اكيد دي هسميها ايه. طب تعالوا نغير اللون، والنواتج بتاعتي صفر، ما فيش نواتج. تفاعل منه جزء اسمه اكس فاصبح A ماينس اكس، فالنواتج هتزيد اكس وده اكس، وكده كده المولات واحده. خلاص المرحله الثالثه هات لي التركيز عند الاتزان اقسم على الفي اهي. بعد كده هات لي الكي سي النواتج على المتفاعلات. فاذا الكي سي ايكوال اكس اوفر في، اكس اوفر في كلهم اصلا عدد مولات واحد فمش فارقه معايا. A ماينس اكس اوفر في، في هنا هتطير مع هنا فيديني الشكل النهائي اكس سكوير A ماينس اكس في هنا كي سي اعتمدت على الفوليوم او الفوليوم مؤثر فيه. طب ركز بقى في اللي جاي قوي عشان انا عايز اجيب الكي بي. برضو نفس المنطق ان الكي بي هي الكي سي في ار تي دلتا ان. تعال نحسب الدلتا ان من فوق. النواتج واحد وواحد اتنين، اتنين ناقص واحد واحد. طب شكرا. فاذا نستنتج ان الكي بي ايكوال كي سي في ار تي. الكي سي انا عندي في المساله، طب الار تي اجيبها ازاي؟ اقول لك طب ارجع كده بشويه لورا. هو مش البي في ايكوال ان ار تي؟ حصل. لو عايز اجيب الار تي في طرف لوحده فالار تي ايكوال بي في اوفر ان. مين الان؟ هو عدد المولات المتبقي عندي في التفاعل. طب تعالى نطلع نشوف مين اللي اتبقى لي اصلا. هو انا مش لما جيت تفاعلت اتبقى دول؟ تعال نغير اللون كده. دول اهم، اجمعهم، اجمع دول. الاكس دي هتروح مع الاكس دي فيتبقى الان عدد المولات هو A بلس اكس. خلاص شيل بقى المسألة. الكيسي انا لسه جايبها بكام؟ هي اكس سكوير على A ماينس اكس في صح؟ اهي الكيسي اكس سكوير A ماينس اكس اوفر في مضروبة في بي في، والان انا لسه جايبها هي A بلس اكس. لو ركز الفي هتطير مع الفي هنا. فاذا المعادلة النهائية للكي بي هي اكس سكوير في بي A ماينس اكس مضروبة في A بلس اكس. هل هنا الكي بي اعتمدت على الفوليوم او اعتمدت على الحجم؟ لا، الكيسي بس اللي اعتمدت. يبقى اخر تاني فرصة او اخر مرة ان انا عارف ان الكي بي بتساوي دي. انا حسبت الدلتا ان من فوق لقيتها بواحد. خلاص انا عايز اجيب الار تي بدلاله البي في والان. فانا عارف ان البي في ان ار تي، جبت الار تي بي في على مين الان هو عدد المولات اللي كلي. فانا جمعت في فوق. واحد يقول لي ليه ما جمعتش اللي فوق؟ يعني هيجي حد يسالني جمعتش ليه ده؟ هو اصلا ده عدد المولات قبل التفاعل، ما هو مفيش حاجه اتفاعلت. دي بقى اللي اتبقى من التفاعل. رحت جمعتهم اتبقى لي بلس اكس، عوضت في القانون طيرت الفي جبت قيمه الكي بي. تمام كده. دي التطبيقات اللي احنا خدناها على الكي سي. الجزء اللي بعده كده اللي هي قاعده لو شاتيليه، ودي قاعده يعني سهله جدا. لو عندي a بلس x اداني c بلس d. تعالى نشتغل اول حاجه حاله الاديشن او حاله الاضافه. كلنا عارفين لو انا زودت المتفاعلات فالتفاعل يمشي طردي فورورد. طب انا لو زودت تركيز النواتج التفاعل هيمشي عكسي. ده معروفه من ثانويه عامه يعني. الحاله التانية لو انا سحبت من النواتج قللت النواتج فالتفاعل هيمشي عشان يرجع النواتج تاني فيمشي فورورد. طب لو انا سحبت المتفاعلات قللت المتفاعلات التفاعل يمشي باكورد. طب نيجي لدرجة الحرارة. درجة حرارة دلتا اتش لو سالب
طارد الحرارة بنسميها اكسو ثيرميك. ولو الدلتا اتش بتاعتي موجب يعني مصل الحرارة اندو ثيرميك. بمعنى لو نفس المعادلة اللي فوق اللي هي A بلس B اداني C بلس D، والتفاعل ده قالك الدلتا اتش موجب مصل الحرارة، يعني أكيد الهيت هنا في متفاعلات لأن هو امتص. كنا واخدين قاعدة بنقول إن لما بشوف الحرارة بروح لها بالتبريد، ما هو عكسها على طول. فإذا لو أنا سخنت يعني زودت درجة الحرارة التفاعل هيمشي طردي، ولو أنا عملت تبريد فالتفاعل هيمشي عكسي. ونفس الفعل لو ده التفاعل كان طارد للحرارة يعني الهيت كانت هنا، فأنا لو سخنت أول ما بشوف هيت أنا كنت على طول كنا بنقول بروح لها بالتبريد. فتقلل درجة الحرارة همشي طردي، هتزود درجة الحرارة همشي عكسي. كده دخلنا تأثير الضغط. قلنا أول حاجة هنشوف الأول هل الضغط بيأثر ولا لأ. فلو أنا عندي مثلا لو H2 بلس I2 2HI، هل الضغط هنا بيأثر على التفاعل؟ بعد عدد المولات، هنا 2 وهنا 2، يبقى البريشر مش هيأثر عندي. طب تعال ناخد مثال إن الضغط هيأثر. يعني مثلا N2 بلس 3H2 يديني مثلا 2NH3، مجموع عدد المولات 4 وهنا 2. كنا بنقول ايه لما تزود الضغط تقلل الحجم، لان الضغط والحجم علاقة عكسية. فمنطقي لو انا عندي وعاء مثلا في حجم اهو، فانا لما اجي اضغط فانا بقلل الحجم. كنا بنقول ايه تزود ضغط تقلل الحجم، وتقلل الضغط تزود الحجم. فانا التفاعل ده لما ازود الضغط هيمشي كده ناحية الاقل فيمشي طردي. طب انا لما اقلل الضغط هيروح عند المكان اللي فيه حجم اكبر يعني هيمشي كده، فيبقى عكسي. بعد كده دخلنا قال لك لو ضفت حاجه اسمها inert جاز، غاز خامل. امتى الغاز الخامل مش هيأثر عندي؟ قال لك لو انا مثبت الحجم، ودي مهمه جدا. يبقى الغاز الخامل عندي مش هيأثر لي على التفاعل ولا هيمشيه طردي ولا هيمشيه عكسي لو الحجم ثابت. بعد كده دخلنا على حاجه لو اضفت كاتاليست عامل حفاز بسرعه. احنا قلنا العامل الحفاز بيزود التفاعل، بيزود المعدل، بيقلل طاقة التنشيط، مش بيأثر على تركيز النواتج ولا تركيز المتفاعلات. هو هدفه كله ان يقلل لي طاقة التنشيط. وخدنا اكبر مثلا رسمة زي كده، مثلا ان لو التفاعل عندي طارد للحرارة بالشكل ده، وكنا بنقول ان دي طاقة التفاعل الطردي الغير محفز من غير استخدام عامل حفاز، ودي التفاعل الطردي المحفز انا قللت هنا، ده اللي بنسميه lowering of activating energy، الانخفاض في طاقة التنشيط. طب كده احنا خلصنا الشابتر الاولاني والشابتر الثاني، 5 دقايق بالظبط وهنبدا في الشابتر الثالث. ورجعنا تاني يا شباب، ان شاء الله ندخل دلوقتي على الشابتر الثالث، الايونيك ايكويبريم او الاتزان الايوني. بدأ الشابتر عندي يعني برضو معلومات قديمه لحد ما، ان الاسيد او الحمض في منه نوعين: سترونج اسيد اللي هو حمض قوي، وويك اسيد حمض ضعيف. قالك دي بتعتمد ان بجيب حاجه اسمها الكي اي او الثابت تبع الاحماض، وكل ما تزداد عندي قيمه الكي اي كل ما قوه الحمض تزيد. يعني لو جاب لي مثلا 4 احماض ومديني لكل حمض قيمه الكي اي بتاعهم، اكبر قيمه للكي اي هو الاقوى في الاحماض. فقال لك مثلا ان السترونج بتكون الكي اي بتاعته هي اكبر من 10. مثال زي HCl H2SO4 HNO3 HClO4 دي كلها احماض قويه. طب لو ويك اسيد او حمض ضعيف بتكون قيمه الكي اي بتاعته اقل من ال1. واللي عملته في الاسيد هو اللي عمله في البيز، يعني عندي برضو قلويات قويه وبرضو قلويات ضعيفه. يعني المقدمه ملهاش لازمه بس علشان للتذكره. بعد كده دخل على حاجه اسمها الايونيزيشن اوف ووتر، تأين الميه. الميه بتتأين ازاي؟ بيبقى عندي 2 جزيء ميه، فبكتب الجزيء الاول OHH بلس H2O. انا عارف ان الاكسجين عنده 2 لون بير. انا عايز اخد لون بير دلوقتي، ده موجب وده سالب. اللون بير يمسك في الاتش الموجب، فيحدث حالة اتزان فيتكون H3O موجب بلس OH سالب. المهم جيت حسبت الكي ووتر اللي هي عبارة عن نواتج عن متفاعلات، بس انا مش هكتب المتفاعلات ليه؟ لان ده ليكويد
وده ليكويد، فمش بيتكتبوا لي في معادله ثابت الاتزان. فالمهم الكي ووتر هو تركيز الاتش في تركيز الاو اتش. الكلام ده بيساوي 10 أس سالب 14، يعني دي 10 أس سالب 7 ودي 10 أس سالب 7 عند درجة حرارة معينة. فبيقول لك إن تفاعل المية هو تفاعل اندوثيرميك، يعني ماس للحرارة، يعني الهيت هنا. فتعالى نستنتج، هو أنا لو رفعت درجة الحرارة يمشي طردي ولا عكسي؟ لا، هو هيمشي طردي، إنه بقى عكسها. أنا همشي طردي، لما أمشي طردي تركيز ال H ال OH يزيد والكي ووتر برضو تزيد. فيقول لك ايه، لما انا كل ما ارفع درجة الحرارة كل ما الكي ووتر عندي تزيد وتركيز ال H وتركيز ال OH عندي برضو بيزيد. فكده دخل قال لك لو عايز احسب علاقة البي اتش وحاجات، فقال لك ان عارف ان البي اتش بتساوي سالب لوغاريتم تركيز ال H، والبي او اتش هي سالب لوغاريتم تركيز الاو اتش. كلها معلومات من ثالثه ثانوي، يعني ده يعتبر فيزيكال اسهل بكتير من الترم الاول. وبعد كده البي اتش بلس بي او اتش ايكوال 14. كنا بنقول في ثانوي ايه، ان انا لو زودت تركيز الاتش فكان البي اتش بيقل والبي او اتش بيزيد. الكلام ده كله اللي احنا كنا حافظينه جاي من يعني اساسه ايه؟ هقول لك اساسه ايه. انا دلوقتي عندي تركيز الاتش اهو، والبي اتش او اتش بي او اتش، كل ده هنجيبه من القوانين اصلا. عايز تحفظها احفظها براحتك. هو انا لما ازود تركيز الاتش، تعال على القانون، الاتش بيزيد وهنا في سالب، وكل ما بزود ارقام ومعاه سالب القيمه العامه بتقل، فاذا طبيعي البي اتش بتاعتي هتقل. طب ارجع، البي اتش قلت، هو هنا بتساوي 14، فطبيعي البي او اتش زادت. حلو، البي او اتش هنا زادت، فلازم الاو اتش يقل عشان برضه في سالب، فاذا الاو اتش قلت. ده اللي احنا كنا بنحفظه، ان لو زاد الاتش البي او اتش اللي هي المناظره دي، يعني الاتش زاد، المفروض كانت البي اتش بتاعته تزيد، لا البي اتش بتاعته بتقل. كل ده جاي من القوانين. طيب نيجي لحته مهمه جدا 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 في مساله مهمه. هو ايه الفرق، او انا امتى من الاخر لو جاب لي مساله احسب معاها تركيز حمض الميه وامتى لا؟ مش فاهمك. يعني انا لو جيت قلت لك مثلا احسب لي قيمه البي اتش لمحلول 0.001 مولر ان اتش سي ال، ولو جيت قلت لك احسب لي البي اتش ل 10 أس سالب 7 مولر من ال HCl، فيجي حد يقول لي ايه؟ يقول لي يا عم ما سهله يا عم، هعمل ده سالب لوغاريتم وهيطلع عنده قيمه البي اتش. قلت له حلو. ولا اعمل دي برضو سالب لوغاريتم يطلع قيمه البي اتش؟ اقول لك لا، هنا نستوب. بمعنى هو طبيعي ال HCl هيتحط في ميه، فانت تحط في الاعتبار انك عندك تركيز لل H بتاعت الميه اللي هي 10 أس سالب 7. امتى انا بقى احسبها لما اجيب البي اتش؟ قال لك خد قاعده عامه، تركيز الحمض اللي انت هتحطه، التركيز بتاع الحمض اللي انت هتحطه لو اقل من 10 اس سالب 6 هتحسب معاك دي لما تيجي تحسب البي اتش. تعال نطبق. هو اول مثال قلت لك ايه؟ 0.001، يعني كام؟ يعني 10 اس سالب 3. 10 اس سالب 3 اكبر من 10 اس سالب 6 ولا اصغر؟ لا اكبر. فاذا يبقى انا مش هحسب معايا بتاع قيمه الميه، فاذا انا عادي اعمل سالب لوغاريتم للرقم ده تطلع عندي قيمه البي اتش. طب تعالى هنا، البي اتش احسب تركيز الاتش سيل عند 10 اس سالب 7. ال 10 اس سالب 7 هو اصغر من 10 اس سالب 6، فانت هنا لازم تحسب معاك تركيز الميه. فاذا بص البي اتش بقى ازاي؟ اولا لازم اجيب التركيز الكلي بتاع الحمض، يعني هجيب التركيز الكلي للحمض اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي 10 اس سالب 7 اللي هو مديها لي بلس 10 اس سالب 7 بتاعت الميه، بتساوي 2 في 10 اس سالب 7. بعد كده تعمل سالب لوغاريتم للرقم ده يطلع معاك قيمه البي اتش. يبقى مهمه جدا، يبقى تركيز الحمض اللي عايزه البي اتش هشوفه الاول اقل من 10 اس سالب 6، هجمع عليه تركيز الحمض بتاع الميه اللي هو 10 اس سالب 7 واجيب قيمه البي اتش.
لقيته اكبر من 10 اس سالب 6، لا يا عم اعمل سالب لوغاريتم للرقم على طول تطلع معاك قيمه البي اتش. طيب الجزء اللي بعد كده اللي هو قانون ستيفلت. ايه قانون ستيفلت؟ اللي هو الاحماض الضعيفه. ما احنا عارفين ان الاحماض الضعيفه تتعين تأيون غير تام، يعني بيبقى فيه جزيئات وبيكون فيه منها ايونات. فانا هناخد قوانين ستيفلت دايلوشن لو. ستيفلت اعتمد على ايه؟ بيقول لك لو احنا مثلا عندي مثلا CH3 COH، حمض الاسيتيك ده حمض ضعيف، لما بيجي بيتأين مثلا CH3 COO نيجاتيف بلس H موجب، يحصل حالة اتزان بين الأيونات والجزيئات. قانون ستيفلت اعتمد ايه؟ إن جاب معامل أو جاب قيمة اسمها ألفا. ألفا دي بتساوي ايه؟ ألفا بتساوي النمبرز اوف مول للديسوسيشن على التوتال نمبر اوف مولز. ليه من الآخر؟ عدد المولات المتفككة على العدد المولات الكلي. عدد المولات المتفككة على عدد المولات الكلي بجيب حاجة اسمها الألفا. يعني مثلا يقول لك إنه حمض اتفك بنسبة 20%، اللي هي دي الألفا بقى. حسبها ازاي؟ حسب اللي اتفك على الكلي، هي دي الألفا اللي عندي. فمن الآخر الألفا بحسبها ازاي؟ قال لك لو أسيد حمض فالألفا عندي بتساوي جذر الكي اي على سي، والسي هو الكونسنتريشن التركيز. ولو بيز قاعدة فالألفا بتساوي جذر كي بي على سي. بعد كده لو قال لك مثلا من هنا لو عايز اجيب تركيز الاتش بتساوي جذر كي اي سي. ولو عايز اجيب تركيز الاو اتش برضو جذر كي بي سي. ودي القوانين اللي انا هستخدمها، الاربع قوانين دول مع قوانين البي اتش والبي اتش. انت كده معاك قوانين الباب بقى. كل الكلام اللي انا عمال اقوله في الشابتر التاني والتالت كله كلام خدناه في ثالثه ثانوي. نيجي بقى لجزئيتين جداد علينا بقى، حاجه اسمها الكومن اين افكت والبفر سوليوشن. هو الراجل بدأ بالكومن اين افكت عشان تفهم البفر سوليوشن. طب تعال نفهم الاول يعني ايه كلمه كومن ايون افكت. معناها كومن ايون افكت اللي هو تأثير العامل المشترك الايوني. تعال نفهم واحده واحده. تعال لو انا عندي حمض اسيتيك كلنا عارفين بيتفك، وطبعا ده عكسي عشان ضعيف، COO نيجاتيف H بلس. تعال نجيب ملح ليه، هنجيب اسيتات الصوديوم. بص انا هكتب، خلي بالك ده قوي فده هيتعين تأين تام، فالسهم بتاعي الاتجاه واحد. خلي بالك من الكتابة، تبقى CH3 COO نيجاتيف بلس Na موجب. جميل. انت ملاحظ ايه؟ مش ده عامل مشترك؟ حلو. طبقا لقاعدة لوشاتيليه زودت لي تركيز النواتج، انا همشي تفاعل عكسي فهيمشي التفاعل كده باكورد فيزود جزيئات من حمض الاسيتيك. هو ده الكومن ان افكت، تأثير العامل المشترك. تعتمد اصلا على لوشاتيليه. يبقى الكومن ان افكت ظهر عندي ايون مشترك موجود في النواتج فمشى التفاعل باكورد ناحية المتفاعلات. قالوا لك ليه بقى؟ تعال بقى نشرح البفر سوليوشن. بسم الله. هو اهم حته في الشابتر ده اصلا بفر سوليوشن. ترجمته باللغه العربيه بيسموه المحلول المنظم. يعني ايه محلول منظم؟ القصه بتبدا ان انا الدم بتاعي البي اتش بتاعته بتاعت الدم يعني 7.4. حلو. فطبيعي لو قيمه البي اتش بتاعتي زادت عنه او قلت ممكن الانسان يموت، لان عارفين الانزيمات المسؤوله عن العمليات الحيويه في الجسم بتاعنا ليها بي اتش معين. فانت زودت البي اتش ممكن انزيمات يعني عملها يقف فانت ممكن الجسم يموت. والجسم بتاعنا معرض ان البي اتش بتاعته تزيد وتقل. هنا بقى يجي دور البفر سوليوشن، ان هو لو البي اتش زاد يرجعه ل 7.4، البي اتش قل يرجعه ل 7. هو المنظم للبي اتش بتاعت الدم. فهمنا المبدأ الاساسي بتاع البفر سوليوشن.
طب البفر سوليوشن في منه نوعين، نوع اسمه اسيدك بفر سوليوشن، وده بستخدم فيه ويك اسيد. ركز، انا قلت ويك اسيد ما قلتش سترونج. ليه قلنا ويك؟ هنفهمها لما نشرح الاكشن بتاعته. ويك اسيد والسولت والملح بتاعه. والمثال اللي علينا اللي هو حمض الاسيتيك اسيتات الصوديوم. طيب لو بيزك بفر سوليوشن فبستخدم ويك بيز بلس الملح بتاعه. لو عايز مثال اقول لك مثلا زي ال NH4OH والملح بتاعه NH4Cl. احنا اللي علينا الاسيدك اصلا. خلي بالك دي ممكن يجيب لك عليها سؤال، يعني ممكن يجيب لك 4 اختيارات ويقول لك مين فيهم مناسب للبفر، اختار اللي فيه حمض ضعيف. تعال بقى نشرح الاكشن بتاعته او بيعمل ازاي، وخلي بالك فيها جدا. تعال احنا اللي علينا كالاكشن بتاعته الاسيدك. الاسيدك اللي هو اسيتات الصوديوم. هكتب برضو المعادله كلها اصلا بتعتمد على لوشة وقلنا ده بيتفك ال CH3COO نيجاتيف بلس H موجب، وادي اسيتات الصوديوم CH3COO نيجاتيف بلس Na موجب. تعال نمسك اول حاجه ان الجسم بتاعي دخل له مثلا 1/10 مولر تركيز HCl، فده معناه ان الداخل دخل جسمي 1/10 تركيز ال H. هو دلوقتي الجسم بتاعي خد حمض، فالبي اتش الطبيعي كانت 7/4، فالطبيعي كانت هتقل. ايه اللي يحصل؟ تعال بقى نبص هنا طبقا لقاعده لوشتيليه. هو انا زودت تركيز الاتش، فالتفاعل يمشي باكورد ناحيه الجزيء الاسيتيك فيشفط الحمض الزياده اللي عندي. اعتبرها زي الاسفنجه. هو مش الاسفنجه لما بحط عليها ميه بتشرب الميه؟ حلو. حمض الاسيتيك ده الاسفنجه بتاعتي. جه حمض زياده فهو شفط الحمض الزياده عن طريق ان هو ايه؟ ويك اسيد. ده لو كان، تخيل بقى لو كان سترونج اسيد ان هو بيتأين تأين تام. لو انت زودت تركيز الاتش كان الانسان ممكن يموت، لان هو التأين التام مش هيرجع لي الجزيئات تاني. عشان كده في البفر انا بستخدم حاجه ضعيفه. فدي عامله زي الاسفنجه لما هنا زودت، بالمعنى يعني كبيت عليها تركيز اتش فهي شفطت لي تركيز الاتش الزياده عن طريق قاعده لوشة اللي التفاعل مشي عكسي. يبقى مين اللي هاجم الاتش زياده؟ ودي مهمه. يعني الاتش زياده داخل في الجسم، مين اللي هاجمه ده؟ عشان هيروح يهاجمه يرتبط معاه يكون حمض الاسيد. خلي بالك ممكن يقول لك لو عندك في الاسيدك بفر سوليوشن لو انا ضفت اسيد مين اللي هيهاجم الحمض الزياده؟ السي اتش 3 سي او نيجاتيف. طيب ده في حاله ان لو جسمي خد حمض. طيب تعال نعكس الايه. بمعنى جيت قلت لك ان جسم المره دي خد 1/10 NaOH، يعني الاخر دخل 1/10 تركيز OH نيجاتيف. الطبيعي لو مفيش بفر تركيز ال OH زاد فالبي اتش كانت هتزيد عن 7/4. هنا اللي بيحصل ال OH دخلت زياده، مين اللي يهاجمها؟ الزياده يهاجمها ال H. ال H يهاجمها فيكون ميه. ال H قل، فمين اللي يعوض النقص ده؟ حمض الاسيتيك عن طريق التفاعل يمشي فورورد طبقا للوش تيلي يعوض الاتش زياده. عامله زي فكره ايه؟ احنا عارفين الفلتر الموجود في البيوت. الفلتر ده فيه خزان ميه. خزان الميه ده لما بيقل بيستحث الخرطوم المتصل بينه يعني يجيب ميه عشان يعوض النقص بتاع الخزان. هي دي نفس الفكره. انا عندي خزان الاتش كان مظبوط لحاجه معينه، فخزان الاتش بتاعي قل فالاسيتيك يعوض انه يتأين ويعوض له الاتش. طيب ده الاكشن بتاعت البفر، سواء لو انا ضفت حمض فده اللي كان بيهاجم، لو ضفت قاعده فده اللي بيهاجم وده بيتأين. في سؤال ممكن حد يجي في باله وسؤال ذكي جدا كمان، يقول لي ايه؟ يقول لي طب استنى كده، انا لسه واخد بالي من حاجه. انت لسه قايل لي فوق في الكومن ايون افكت ان لو حطيت ده مع ده في عامل زياده فكون حمض اسيتيك، ازاي انت في البفر ده ما اثرش؟ اقول لك. البفر اللي انا حاطه اللي هو الاسيتيك بفر سوليوشن اللي عندي في الجسم، كميه الاسيد بتساوي كمية البيز، فالاتنين مش بيستهلكوا بعض. يعني البفر بيبقى مظبوط جدا ان يبقى الاسيد زي البيز عشان ما يعتبر ما يستهلكوش بعض طبقا للكومن ايون افكت. يعني لو حد سأل نفسه السؤال ده يعني. اخر حته في البفر سوليوشن لو عايز احسب له قيمه البي اتش بتاعته،
قانون سهل، بيقول لك عايز تحسب البي اتش بتاعه البفر سوليوشن، فهي بتساوي بي كي اي بلس لوغاريتم تركيز السولت اللي هو الملح على تركيز الاسيد، والمسألة بتاعته تيجي تعويض مباشر، يديك قيمة الكي اي مثلا ويديك تركيز السولت والاسيد، وانت تحسب له البي اتش بتاعة البفر. طيب اخر حتة في الشابتر ده او الايونيك، السوليوبيليتي برودكت او الكي اس بي. سوليوبيليتي برودكت، فرضا لو انا عندي مثلا حاجه زي كبريتات الباريوم مثلا بي اس او 4، انا عارف ان دي سوليد، فلما بتتفك لبي اي موجب 2 بلس اس او 4 سالب 2. اوكي، طبعا الكي اس بي المفروض تركيز نواتج على تركيز متفاعلات، طب المتفاعلات سوليد فمش هكتبها في معادله التفاعل، فتركيز الباريوم في تركيز ال SO4 نيجاتيف 2. حلو، يعني ايه كي اس بي بقى؟ هي القيمة اللي عندها المحلول بيكون حصل حالة اتزان، ما بيكون ساتوريتد مشبع ومفيش راصد، هو ده قيمة الكي اس بي. طب تعالى كده نتخيل ان انا قلت لك ان الكي اس بي هي القيمة اللي عندها المحلول خلاص، دي اقصى درجة ممكن يذوب فيها، فانا لو عليت عنه فانا هرصد، هعمل ترصيد، لان انا القيمة دي مثلا كي اس بي بتاعتي رقم 10، فاذا انا عند رقم 10 انا اخر حاجه عندي ممكن ازوف فيها عند 10، فانت لو زودت عن 10 فانا كده هرسب، قللت عن 10 في المحلول بتاعي مش مشبع، لسه عايز محلول تاني. ودي اللي بتعتمد على ايه بقى؟ حاجه اسمها الايونيك برودكت، ان هو هيديك معادله انت هتحسب لها حاجه اسمها ايونيك برودكت، وهتقارنها بقيمه الكي اس بي اللي عندك، ويديك المعادله يقول لك والله المعادله دي لما او الماده دي لما احطها في محلول هتخلي المحلول راصد، ولا هيكون ساتوريتد، ولا سوبر ساتوريتد، ولا ان ساتوريتد اصلا. طب تعالى نحسب كل واحده. انا الايونيك برودكت دي قيمه انا هحسبها لما يديني ارقام، يديك تركيز الناتج عند الاتزان هتحسبها، هو اصلا مديك قيمه كي اس بي في مساله، فانت هتقارنها بالكي اس بي. فانا عندي كام حاله؟ 3 حالات، وكل حاله مهمه جدا اللفظ بتاع الانجليزي بتاعها، يا هي هتكون اكبر من الكي اس بي، يا هتساوي الكي اس بي، يا اقل من الكي اس بي. هو انا لو القيمه بتاعتي القيمه بتاعتي اكبر من الكي اس بي، ده معناه ان المحلول بتاعي فيه راصب ولا لا؟ اكيد فيه راصب، لان هي القيمه بتاعتي المحلول خلاص ده اقصى حاجه ممكن يوصل لها في الاذابه. طب انا لما ازيد عنك فاكيد انا عندي راصب، ادي بيرسبتيت، وبيسموا المحلول سوبر ساتيوريتد، او خلاص فوق المشبع، محلول فوق المشبع، خلاص هو وصل لاخره وزودت عنه كمان، فبيتكون عندي راصب في المحلول. طب لو اقل من قيمه الكي اس بي، فاذا هو لسه ما وصلش لاقصى درجه ليه، فاذا هو نو برسبتيت، اوكي مفيش راصب، بس المحلول بتاعي ان ساتيوريتد، يعني محلول غير مشبع، لانه ما وصلش لقيمه الكي اس بي اللي هو عايزها. يساوي الكي اس بي بقى، هنا بيكون المحلول بتاعي ساتيوريتد مشبع. دي حاجه اسمها الايونيك برودكت. بعد كده دخل قال لك على ايه؟ الكي اس بي انا عارف اسمها السوليوبيليتي برودكت، ظهر عندي حاجه تاني اسمها المولر solubility، رمزها اس. ايه الهدف؟ الهدف ان هو عايز يربط الكي اس بي او السوليوبيليتي برودكت بالمولر سوليوبيليتي الاس، يعني عايز يربط الكي اس بي بالاس. هي اصلا ايه الاس اصلا؟ يعني ايه الاس؟ انا باختصار يعني بالبلدي بشيل رمز العنصر، احط مكانه اس وبضربه في عدد مولاته. مش فاهم؟ تعال ناخد مثال، نفس المثال اللي فوق. لو جيت قلت لك BaSO4 في حالة الاتزان بتاعه Ba موجب 2 و SO4 سالب 2. طيب واحدة واحدة، ايه المولر سوليوبيليتي؟ شايف الرمز ده؟ انا بديك بطريقة بلدي مش بالعلمية طبعا.
شيله وحط اس. هل ده مضروب في رقم؟ مضروب في واحد، يعني مش هيضر؟ لا. الاس او 4 شيلها وحط مكانها اس. فيها مضروبة في رقم؟ لا. خلاص، هات الكي اس بي كده بدلالة الاس. فالكي اس بي بتساوي الاس مرفوع الباور، لا ده واحد مضروبة. الاس هنا جنبها باور، لا اس، يبقى بتساوي اس سكوير. يبقى ربطت الكي اس بي سوليبيليتي برودكت بالمولر سوليبيليتي. طب تعالى نعلي اقصى حاجة يعني. جاب لك مثلا عامله زي ده AG2 CrO4. فده يبقى 2 AG موجب بلس CrO4 سالب 2. تعال نشوف المولر سوليبيليتي. الاي جي حط مكانها اس، مضروبة في رقم، مضروبة في كام؟ في رقم 2، ماشي. CrO4 اس مضروبة في رقم، لا. بص بقى، انا هكتب المعادلة تاني ازاي. ادي الاي جي 2 CrO4 عادي جدا، الاتنين تنزل زي ما هي. الاي جي استبدلتها بال2 اس اهي، بلس هنا واحد نزل زي ما هو. السي ار 4 استبدلت لها باس. تعال احسب لي الكي اس بي بقى. يبقى الكي اس بي ايكوال ال2 اس اهي عادي جدا، مرفوع على الباور 2، لان اعتبرها دي الاي جي اصلا مضروبه في اس. هتحسبها يعني 4 اس سكوير، يعني 4 اس كيوب. تعالى مثال تاني عشان نثبتها اكتر. لو جيت لك مثلا هيدروكسيد الالومنيوم 3، فده مثلا يبقى Al موجب 3 بلس 3 OH نيجاتيف. حلو، تعالى نحسب له كده مولر سوليوبيليتي. اشيله احط مكانه اس. في رقم جنبك؟ لا شكرا. ادي الاو اتش تنزل زي ما هي اس. في رقم جنبك؟ رقم كام؟ 3. اكتب لي المعادله بقى تاني كده بصوره الاس. يبقى ال ال او اتش باي 3. بص انا بشتغل ازاي. ال ال حطيتها باس بلس الاو اتش انا سميتها 3 اس اهي، والتلاتة اللي جنبيها اللي هي عدد المولات هتنزل زي ما هي عادي جدا. فاذا لما اجي احسب الكي اس بي، يبقى الكي اس بي اس مضروبة في 3 اس مرفوع على الباور 3، ففيها 27 اس باور 4. ده العلاقة ما بين الكي اس بي والمولر سوليبيليتي. حلو. اخر جزئية في الاتزان الكيميائي حاجة اسمها ايه؟ الابليكيشن من الاخر على الكي اس بي والكومن اين افكت. يعني فادتني بيه؟ اقول لك تعالى بقى نرجع بالزمن. فاكر المجموعات التحليلية للكاتيونات؟ ايه دي التطبيقات اصلا على الكي اس بي. فاكر الجروب الرقم 1 والجروب رقم 1 كانوا عبارة عن ايه؟ كانوا عبارة عن ليد، وعبارة عن سيلفر، عبارة عن ميركورس اتش جي موجب واحد. طيب، كنا بنقول ان المجموعة دي كانت بتترسب على هيئة، احط لها اتش سي ال، بتترسب على هيئة كلوريدات. يجي لك سؤال يقول لك ايه؟ طب انا ليه مثلا لو جبت نحاس موجب 2 بالشكل ده وحطيت مع اتش سي ال ما يرسبش، يرسب مع الليد؟ ايه السبب؟ يقول لك السبب ايه؟ يقول لك ان الليد والسيلفر والميركوريس قيمة الكي اس بي بتاعتهم قليلة جدا، بالمعنى انهم اقل كمية من الكلور هيترسبوا. طب النحاس؟ يقول لك النحاس قيمة الكي اس بي بتاعته عالية، فهو قيمة الكي اس بي بتاعته اعلى من قيمة الكي اس بي من الثلاثة دول، فاذا شيء طبيعي هو مش هيترسب. انا شرط ان اترسب انك تعلي عني عن الكي اس بي. طيب نيجي بقى اللي هيجي في الامتحانات، جروب 2 وجروب 4. ليه؟ جروب 2 اللي هو كان فيه النحاس والكادميوم، وكان الميركوري، وكان مثلا البيزموس.
كنا بنقول ايه؟ ان المجموعه دي بتترسب على هيئه كبريتيدات. كنا بنقول ايه؟ كبريتيدات في وسط حامضي. وجروب رقم 4 اللي هو كان عبارة عن كوبالت ونيكل وزنك، كانت برضه بتترسب على هيئة كبريتيدات، بس كنا بنقول ايه؟ كبريتيدات في وسط قلوي. كنا حافظين بقى مش فاهمين اشمعنى ده حامضي وده قلوي. الفكرة بقى في الكي اس بي، يقول لك ايه؟ شايف الكاتيونات دي؟ اه. قال لك قيمة الكي اس بي بتاعتها اقل من دول، فاذا دي اقل كمية من السلفر هتترسب، عايزة كمية قليلة عشان تترسب من السلفر. طب دي قيمة الكي اس بي بتاعتها عالية، فاذا عشان تترسب انت عايز كمية سلفر عالية جدا. طب نظبط الموضوع ده ازاي؟ ان انا احط هنا وسط حامضي واحط هنا وسط قلوي. ليه برضو؟ تعالى لو انا بصيت على معادلة ال H2S، مش 2H موجب بلس S نيجاتيف 2. هو انا لما احط وسط حامضي مش هزود تركيز ال H؟ ولما ازود تركيز ال H التفاعل هيمشي باكورد، فاذا الراسب كميته قلت، فاذا انا خدت كميه قليله تكفي ان انا ارسب المجموعه دي. تيجي المجموعه الرابعه نفس الفكره، ادي ال H2S، ادي 2 H موجب بلس S سالب 2. هو انا لما احط وسط قلوي فانا هسحب اتشات، فالتفاعل يمشي فورورد، فانا ازود كميه السلفر اللي هي اصلا المجموعه دي عايزاها. وده المبدا اللي ماشي عليه الترسيب في الكي سي بي في المجموعه التحليليه رقم 2 والمجموعه التحليليه رقم 4. وبكده احنا خلصنا الايونيك ايكويبريم، الاتزان الايوني. طيب الجزء اللي بعد كده اللي هو الاناليتيكال كيمستري، الكيمياء التحليليه. لو انا عندي مثلا بالشكل ده بيوريت، وادي الكونيكال فلاسك بتاعي، دي السحاحه مثلا، تمام، وده الدور المخروطي بتاعي. نركز في الاسماء. المحلول اللي بيتحط هنا بنسميه اسمين، يا بنسميه reagent او بنسميه تايترانت. والمحلول اللي هنا بيبقى معلوم الحجم ومعلوم التركيز. المادة اللي بتتحط هنا بنسميها يا كلمة تايتراند بص اخرها دي، او انالايت. وطبعا هنا بحط الانديكيتور الكاشف. ركز في المسميات. قال لك عندك حاجة اسمها equivalence point، او ماشي، عندي حاجة اسمها equivalence point. ايه هي بقى الايكويفالنس بوينت؟ قال لك الايكويفالنس بوينت هي النقطة اللي هيحصل عندها عملية التعادل. يبقى الايكويفالنس بوينت هو عدد او اللحظة اللي هيتم فيها تعادل الحمض مع القاعدة. طب ايه الفرق ما بينه وبين كلمة اند بوينت؟ اهو في فرق، عشان ممكن لو جاب لك مثلا MCQ في التعريفات. اند بوينت هي النقطة اللي هيتغير عندها لون الكاشف. هو الى حد ما المعنيين متساويين، بس عشان لو جابهم مثلا في الامتحان، فالايكويفالنس بوينت هي النقطة اللي يحصل عندها عملية نيوترلايزد او تعادل، والاند بوينت هي النقطة اللي هيحصل عندها تغير في الكاشف اللي احنا بنسميه انديكيتور. طيب بعد كده دخل في الشابتر يقول لك ليه الانديكيتور بقى؟ عايزين نفهم في الاسيد لونه غير البيز مثلا، يعني في كواشف كده وانواع الكواشف. طب تعال بس واحده واحده. انا هسمي الكاشف بتاعي اتش اي ان، ماشي؟ فده لما هيتفك الاتش موجب بلس اي ان نيجاتيف، وهعتبر ان ده كلر، يعني ليه لون، وده لون تاني، ماشي؟ يعني ده لون، فرضا مثلا هدي افتراضات ان ده مثلا لون ريد احمر، وده مثلا لون بينك.
انا بدي افتراضات، ده مش حقيقي، بس عشان افهمك بس ليه مثلا يكون الكاشف لونه في الاسيد غير البيز مثلا. تعال نفترض ان انا حطيته في حمض، فاذا لما احطه في حمض فانا هزود تركيز الحمض، فالتفاعل يمشي عكسي فيظهر لي اللون ده. طب تعال نفترض ان انا حطيت في وسط قاعدي، وسط قاعدي هيسحب الاتش، التفاعل يمشي فورورد فيظهر لك اللون ده. دي الفكره بتاعته، ان هو امتى مثلا ليه بيظهر لون في الاسيد وليه بيظهر مثلا لون في البيز. طيب انواع الانديكيتور، قال لك الانديكيتور اللي هو الكاشف في منه الويك اسيد، حمض ضعيف، والمثال اللي احنا عايزينه اللي هو الميثايل اورنج. وفي منه الويك بيز يعني حمض ضعيف اللي هو فينول فيسالين. مثال الاورنج بيشتغل عند 3.1 الى 4.4، والفينول فيسالين 8.3 ل 10. حلو، تعال بقى ندرس بقى 3 احتمالات. اول حاجه ان انا ممكن اعمل تايتريشن ما بين سترونج اسيد بلس سترونج بيز، يعني مثلا HCl ولينو اتش. مطلوب منك في كل عمليه الرسمه شكلها ازاي، عشان لو جاب لك رسمه وقال لك دي تنص على ايه، والايكويفالنس بوينت بتاعتها بتبقى بكام. حلو، هنا الانالايت، حجم الانالايت او الموجود في الكونيكال فلاسك، واللي هنا الموجود في البيوريت في السحاح. حلو، فانا هشتغل ايه، ان انا مثلا ادي مثلا البيوريت وادي الكونيكال فلاسك بتاعي، فانا هحط هنا ال HCl وهنا ال NaOH. HCl حمض قوي ولا ضعيف؟ حمض قوي، يعني البي اتش بتاعته تقترب من الصفر مش بشويه، فانا هبدا المنحنى من هنا، فرضا بدات عند البي اتش ب2. ف... ماشي، ايه اللي يحصل، انا لما ازيد ال NaOH البي اتش بتاعي يزيد 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 لما يوصل لكده، بعد كده يعمل كده. ركز بقى في المسميات قوي، شايف الحته دي اللي عامله زي شكل العمود، بيسموها شارب في البي اتش او تغير حاد او ملحوظ في البي اتش. تمام، اللي انا يهمني ايه في الرسمه، ان انا بادئ من تحت من الاتش سي ال القوي، ان الايكويفالنس بوينت في حاله سترونج اسيد وسترونج بيز هنا مثلا لقوها بتساوي 7 بالظبط. حلو، يبقى سترونج اسيد سترونج بيز لو ان الايكويفالنس بوينت وصلت عند النقطه عند 7 وبدا من عند 2. طب تعال نشوف الاحتمال التاني، طب استخدم انهي كاشف، يا فينول فيسالين يا مثال الاورنج، مش هيفرق معايا. طب تعالى بقى، حلو، حطيت هنا اتش سي ال برضو، حطيت هنا مثلا ان اتش 4 او اتش، انا بفترض مثلا. فمن الاخر انا استخدمت سترونج اسيد بلس ويك بيز. تعال نشوف الرسمه، هي نفس الفكره، بحط هنا على الاكس الفوليوم بتاعت الانالايت، والواي اكسس اللي هو الموجود في بيوريت السحاح. نفس الفكره برضو، انا هبدا من عند، حطيت هنا حمض قوي فمثلا عند 2، فادي يزيد 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 ويعمل كده. ثواني عشان نظبط يعني الاكثر دقه. اهم حاجه عندي ان ظهر حاجه اسمها شارب في البي اتش، تغير حاد في البي اتش. اهم حاجه عندي لما جم حسبوا الايكويفالنس بوينت لقوها اقل من 7، يعني هنا اقل من 7، وده منطقي انك انت اصلا عندك حمض قوي قاعده ضعيفه، فالايكويفالنس بوينت استحاله توصل ل7، هتكون اقل من 7 بحاجات بسيطه. طب اللي فهم، لو انا عكست، بمعنى استخدمت ويك اسيد مع سترونج بيس، تعال لو عملت الرسمه، الرسم برضو هنا بهر اطلع شويه لان هو حمض ضعيف، بي اتش بتاعته
تقترب اصلا من 7 شويه، فهبدا من هنا مثلا، فاللي يحصل كده برضو شارب فيت بي اتش. المهم جم حسبوا الايكويفالنس بوينت، اللي لقوها اكبر من السبعه بمقدار بسيط، والطبيعي ان عندي سترونج بيز. خد قاعده، لو استخدمت 2 سترونج الايكوفالنس بوينت بتاعتك هتكون عند رقم 7. استخدمت سترونج اسيد وويك بيز فالبي اتش هتبقى اقل من السبعه. استخدمت ويك اسيد سترونج بيز فالايكوفالنس بوينت هتبقى اكبر من السبعه بشويه. الفكره ان هو ممكن يديك رسمه في الامتحان ويقول لك الايكوفالنس بوينت مثلا طلعت معايا ب 7.6، يبقى انا استخدمت ايه؟ ويك اسيد وسترونج بيز. اخر حاله عندي ان هو جايب ويك اسيد بلس ويك بيز، ودي ما ينفعلهاش الانديكيتور بتاعتنا. ومن الاخر لما جه شافوا الرسمه بتاعتها، اللي هي الرسمه بتاعتها عامله كده. من الاخر ما شفتش عندي الشرب في البي اتش، يعني ما شفتش عندي طالعه مره فجاه، يعني تغير حاد في البي اتش. عشان كده دي الرسمه بتاعتها، عشان لو جت في الامتحان مثلا وهي ويك اسيد وويك بيز. كده خلصنا الاناليتيكال كيمستري. اخر شابتر عندي في الفيزيكال حاجه اسمها الفيز ايكويبيريا، او الاتزان بتاع الاطوار. ايه اتزان الاطوار دي؟ الاطوار اللي هي الحالات بتاعت الماده. من الاخر اول حاجه بدا الشابتر بقانون بيقول ان الاف ايكوال سي ماينس بي بلس 2. مين بقى الاف ومين السي ومين البي؟ قال لك الاف بيسموها الديجري اوف فريدم، درجه الحريه، وهيقول لك مقصود بدرجه الحريه. سي كومبوننت مركبات، بي فيز اشكال، وده رقم 2 عادي جدا. تعال ندرس واحده واحده. نمسك اول حاجه رقم بي، الفيز او الشكل اللي يتواجد به الماده. انا عارف ان الماده عندي صلبه سائله غازيه، شيء منطقي يعني. فقال لك الفيز بتاعي او البي لو هو جاز فالبي بتاعتي بواحد، وده شيء طبيعي. ما انت الغازات مش هتعرف، يعني لما مثلا جبت لك هيدروجين واكسجين تعرف تميزهم بالعين المجرده؟ لا، فليهم فيز واحده، فعشان كده قلت رقم واحد. طب هو لو الليكويد، اقول لك استنى ان الليكويد عندي احتمالين، هل هو ميسيبل فاذا البي بتاعتي هتبقى بواحد، ولا هو اميسيبل فالبي بتاعتي باتنين. بمعنى عنده كوبايه ميه حطيت فيها رمل، هتعرف تميز الرمل عن الميه؟ يبقى ده اميسيبل، ما امتزجش معاه، في الفيز عندي البي باتنين. طب لو قلت لك سكر في ميه، السكر مش بيدوب في الميه، يعني انت لو كوبايه عندك تعرف تطلع السكر من الميه؟ لا. فاذا باين بشكل واحد بالعين المجرده، فاذا الفيز بتاعته البي بتاعته بواحد. حلو الكلام ده. بعد كده قال لك السي الكومبوننت او ايه المركبات اللي عندك. يعني انا مثلا جيت قلت لك ايه؟ جيت قلت لك ووتر سيستم، يعني مثلا الووتر سيستم نظام الميه صلبه وسائله وغازيه. من الاخر هو مش صلبه H2O وسائله H2O وغازيه H2O، فاذا السي عندي هي ال H2O بس، انا باخد المركب. جيت قلت لك لا، ملح في ميه، لا ملح في ميه يبقى السي عندك كده ميه عادي جدا H2O والان اي سي ال، كلوريد الصوديوم الملح. دي الكومبوننت اللي عندي. طب ايه الاف اللي هي الفري اوف او الديجري اوف فريدم، درجه الحريه؟ الاف ليها 3 ارقام، يا تكون بزيرو فاحنا بنسميها نون فراينت، اقول لك يعني ايه، يا هي بتساوي واحد فبنسميها يوني فراينت، اللي هي بتساوي 2 باي فراينت. الفكره ايه؟ تعال نتخيل مثلا ان انا عندي 3 كلاب. 3 كلاب دولت انا حابسهم في اوضه. فرضا ان الاوضه اللي حابسهم فيها ضيقه جدا تكفي ال3 بس بالظبط، يعني الاوضه دي منعاهم انهم يتحركوا، مفيش اي حركه، فالاف بتاعتهم بزيرو. يعني ايه نون فاريانتي؟ يعني ما عندهمش حريه. طب انا جيت كبرت الاوضه يعني بمقدار بسيط، فاذا ال3 كلاب ليهم حريه شويه انهم يتحركوا في الاوضه بس مش هيخرجوا براها، فالاف ادي بواحد. طب انا زودت الاوضه اكبر،
فاذا ليهم حريه في الحركه اكتر، بس برضه مش هيخرجوا من الاوضه. ادي 2. هي دي نفس الفكره، ان الديجري اوف فريدم ان انا عندي النظام من جوه في اطوار مثلا. الاف دي بتخلي الاطوار ليهم حريه من جوه بس ما يطلعوش بره النظام، اللي هي الكلاب ما يطلعوش بره الاوضه. طب ايه الفريدم دي؟ اللي هي من الاخر، هل النظام ده اغير فيه الحراره بس ولا اغير فيه الحراره والضغط؟ هي دي الفكره. لو الاف بواحد فانت هتغير عامل واحد بس، يا الحراره يا الضغط. الاف عندك باتنين فانت هتغير الحراره والضغط عادي مع بعض. هي دي الديجري اوف فريدم او الحريه بتاعت ان النظام بيكتسبها. تعالى بقى نيجي لاهم رسمه عندي، اللي هي اصلا الشغل كله على الرسمه دي. ادي محور اكس اكسس وادي الواي اكسس، حاطط هنا التمبريتشر وحاطط هنا البريشر. عندك نقطه هنا، اعمل كده وكده ومثلا كده وكده. انا هسمي دي ايه، وهسمي النقطة دي سي، هسمي دي البي شرطة، وهسمي النقطة دي بي، والنقطة الثلاثية دي اسمها او. اوكي، ركز كده معايا. دي التلات حالات بتوع المية. المنطقة دي المية في حالة ليكويد، المنطقة دي المية في حالة فيبور بخار، المنطقة دي في حالة ايس سوليد يعني. تعال ندرس واحدة واحدة. أول حاجة هندرس المنحنيات. أنا عندي كم منحنى؟ عندي ال OA وال OC وال OB. سيبك من البي داش دلوقتي. تعال نحسب الاف بتاعته بزيرو ولا واحد ولا اتنين. تعال نطبق بقى في القانون. أنا لسه قايل لك إن الاف بتساوي C minus B plus 2 صح؟ أنا دلوقتي أنا هجيب الاف عند المنحنيات دي بالظبط. طب تعالى كده، السي في أي منطقة السي هنا بواحد لأن مفيش غير مية بس. واحد ماينس عند اي خط سواء الاو اي او الاو سي والاو بي، هي فاصله بين حالتين للماده، بين ادي الفيبور والليكويد. فاذا انا عندي كام شكل؟ شكلين. 2 بلس 2 ايكوال كام؟ 1 ماينس 2 ماينس 1 بلس 2 1. يبقى عندي الاو اي والاو سي والاو بي الاف بكام؟ بتساوي 1. عايز تحفظها احفظها، عايز تعرف جت منين ادي قلت لك جت منين. طب تعالى ندرس الخطوط الفاصله. فبيقول لك ان عند الاو اي لو الخط ده حصل حالة اتزان او فيز اكويبريم، اتزان اطوار ما بين الفيبور ما بين الليكويد، وبيسموا الخط ده حاجه اسمها فابريوزيشن كيرف، بيسموه كده. ده الاو اي. بص على الاو سي. الاو سي حصل برضو حاله اتزان ما بين الليكويد والايس السائل او التلج، بيسموه الميلتنج بوينت. المنحنى ده ميلتنج بوينت. جميل. اخر منحنى اللي هو الاو بي فصل ما بينه مين ومين؟ ما بين الفيبور وما بين الايس، فده بيسموه سبليميشن كيرف. يعني ايه كلمه سبليميشن كيرف؟ اللي هي من الاخر التسامي، هي التحول من الحاله الصلبه للحاله الغازيه دون المرور بالحاله السائله، دي اسمها حاله التسامي. حلو. يبقى انا درست اول حاجه عند المنطقه الاو اي والاو سي والاو بي، الثلاث خطوط لقيت عندها الاف بكام؟ بواحد. تعالى بقى ندرس التريبل بوينت، النقطة الثلاثية اللي هي دي. واحد يقول لي ازاي النقطة الثلاثية مش ماسكة في 4 خطوط؟ لا سيبك من البي شرط ده دلوقتي، انا شغال على الثلاثة دول. دي بقى النقطة دي اللي بيسموها التريبل بوينت. تريبل بوينت. تعالى نحسب الاف بتاعتها. الاف ايكوال كم مركب؟ هم كلهم مية يعني مركب واحد ماينس ليها كام طور او ليها كام شكل؟ ليها 3 اشكال. هي مش التريبل دي ماسكة الفيبر والليكويد والايس؟ حصل خلاص، عوض 3 بلس 2 ايكوال كام؟ 0. يبقى الاف 0 عند التريبل بوينت. واحفظ ان عند التريبل بوينت الاف بزيرو ودرجة الحرارة بتكون 0.0075 درجة سيليزية عشان لو طلبها منك بالكلفن، وبتبقى عند ضغط 4.58 ملي متر لكل زئبق. يتحفظوا
ممكن يسالك عليها، يقول لك التريبل بوينت كانت عند حراره كام وضغط كام، ممكن يلعب لك في تحويل وحدات. والاف بزيرو. يعني هل عند التريبل بوينت اقدر اغير التمبريتشر او البريشر؟ لا، لان الديجري او درجه الحراره عندي صفر. على عكس فوق، ان مثلا الثلاثه دول الاف بتاعتهم بواحد، فانا اقدر اغير فاريانت واحد، ممكن اغير التمبريتشر بس او البريشر بس. تعال ندرس مين الاريا. ايه الاريا دي؟ قال لك ايه؟ انا درست النقطه دي تريبل والخطوط، صح؟ قال لك تعال ندرس المناطق الفاضيه، يعني تدرس المنطقه دي بس ودي بس ودي بس، بيسموها الاريا، يعني حاله واحده للماده. تعال نحسب الاف بتاعتها. الاف ايكوال السي كومبوننت هي ميه، فهتبقى واحد، ماينس البي، انا قلت لك هدرس عند حاجه واحده بس، يعني شكل واحد بس، يعني البي بواحد، بلس 2 ايكوال 2. يبقى اعلى درجه من الديجري اوف فريدم في الارياز اللي هي اللي فيها فيبور بس او ليكويد بس او ايس بس. ففي المنطقه دي انا اقدر اغير التمبريتشر واقدر اغير البريشر. تعال بقى نشوف بقى ايه الاو بي شرط ده بقى اللي انا سايبه ده. الاو بي شرط ده يعني حاجه غريبه، يعني ليه؟ قال لك الاو بي داش بيسموها ميت او ميتا ستيبل اكويبريم. ميتا ستيبل اكويبريم، او بالمعنى العربي الاتزان القلق. ايه الاتزان القلق ده؟ احنا عارفين ان الميه درجه حراره التجمد بتاعتها زيرو، يعني عند زيرو بتتحول الى ايس. بيقولك انت لو جبت ميه نقيه ما عملتلهاش اي اهتزاز، ممكن توصل لسالب 2 وتوصل لسالب 5 دون ان تتجمد، سائله زي ما هي. ودي اللي بيسموها سوبر كولد ووتر، ان الميه بتكون تحت الصفر سبحان الله ما اتجمدتش. بس استنى، لو انت بس عملت الميه مجرد اهتزاز او ضفت اي حاجه تتحول لتلج في ثانيه، هي دي اللي بيسموها الميتا ستيبل اكويبريم، او بيسموها الاتزان القلق. وبكده الحمد لله احنا خلصنا الفيزيكال كلها: كولكتيف بروبرز، كيميكال اكويبريم، ايونيك اكويبريم، اسيد وبيس تايتريشن، والفيز اكويبريم. وكده الحمد لله احنا خدنا كده مقرر كيمياء 102 كله، وده لكل الاقسام في كليات علوم. كده الحمد لله خلصنا الاورجانيك والان اورجانيك والفيزيكال. اتمنى يعني يكون المقرر ده يكون فاتكم، وان شاء الله لو في فيديوهات قادمة هنزلها يعني ان شاء الله. شوفوا وشكم بألف خير، سلام.